نعم أتذكر. نعم أستاذ، تحب أنه يعني نتكلم مواضيع تخص الشيعة أو موضوع البث اليوم؟ تفضلي مثل ما تحبين، تفضلي عزيزتي، شو بدك أنت تتكلمين؟ نعم أستاذ، أنا أريد أعرف أنه مواصفات النبي محمد بالنسبة للمنظور الشيعي. يعني مثلا تنطيني مثلا مواصفات النبي محمد كذا كذا موجودة بكتاب مثلا كافي أو بحار الأنوار، يعني تكلمني شوية عن منظور الشيعة بالنسبة للنبي محمد وأنا ما هو احنا الآن لو تكلمنا عن المواصفات احنا ما راح نخلص، يعني هذا الموضوع يعني طويل جدا. ولكن النبي محمد في المجمل يعني هو رجل صاحب رسالة وكذا، ولكن يختلف في بعض الأمور، يعني مثل ما عند الشيعة. يعني النبي محمد فيما يتعلق بموضوع المعجزات لديه من قبل الولادة إلى أثناء الولادة إلى عملية إرضاعه، هناك بعض الروايات يعني حتى تقول أن أبو طالب نفسه أرضع، يعني أرضع النبي محمد. فمن ناحية المعجزات الشيعة عندهم تهويل أكبر، يعني حتى قبل النبوة. فيما يتعلق بمرحلة السيرة النبوية، الشيعة في رواياتهم ما يذكرون إلا الروايات التي تطعن في الصحابة، بمعنى أنه عمر فعل كذا والناس عملوا كذا لما بايعوا عليا في الغدير، وأن الناس فلان قال كذا وكذا، وفي الحادثة الفلانية حاولوا يقتلوا الرسول. فالشيعة هم يحاولوا قدر الإمكان يبتعدوا. ليش؟ لأن السيرة النبوية ما يريدوا أنه يرجعوا الفضل الجهاد الكذا إلى الصحابة، فبالتالي إيش بدهم يعملوا؟ يذكرون مقتطفات من السيرة النبوية، ما بيتكلمون بنفس التفصيل اللي عند السنة، لأن هذا الكلام ليس في مصلحة الشيعة إلا فيما يتعلق ببعض الروايات، وهي تأتي مجتزأة مثل ما في نهج البلاغة وغيره، مثل ما في يعني الروايات التي اهتمت بالطعن في بعض الصحابة بأنهم فعلوا كذا وكذا، تأتي على شكل مجتزآت هكذا. لأن السيرة النبوية مثل ما عند أهل السنة، الشيعة ما اهتموا بهذا الكلام كثير بنفس الطريقة. نعم أستاذ، بالنسبة هسه أنت قلت أنه أبو طالب أرضعه، يعني هاي شلون الطريقة؟ مثل هاي مذكورة عندنا مثل بالكتب الشيعة؟ هي مذكورة عندكم، بس ما أذكر الآن بالضبط الرواية لأنه هذه معلومة قديمة جدا عندي، ولكن لا بأس إذا حبيتي ممكن أحاول أشوف لك الرواية في أي كتاب كان يعني ذكر هذا الكلام. نعم زين أستاذ، أريد أسألك سؤال بالنسبة للإرضاع. يعني الرسول أرضعته حليمة السعدية، وقرأت كتاب يمكن علام الوراء أنه أكو مرضعة ثانية يمكن ميمونة أو هيك اسمها أرضعته أيضا. هل صحيح أنه هو الوحيد اللي تم إعطاء له مرضعة، لو كان هاي يعني موجود عادة عند العرب ذاك الوقت؟ لا أذكر بالضبط موضوع الإرضاع في أعلام الوراء شو قال فيها، ما أدري هذه النقطة، أو مش مركز معاها صراحة. يعني أستاذ هسه إحنا ما نعرف مثل مرضعة أبو بكر منو، مرضعة الإمام علي منو، ما نعرف. يعني هل فعلا فقط النبي محمد تم إرساله إلى مرضعة غير أمه؟ لا هو اللي كان سائد في ذلك الوقت، كانوا يعتقدون أنهم لما يرسلون أولادهم إلى البادية أن الجو البادية بيكون أفضل لهم، ويرعوا وينشأوا هناك من ناحية أنهم يصيروا يعني أقوياء، وفي نفس الوقت يصيروا أفصح لسانا. يعني هذا هو الاعتقاد السائد، وكان يعني الناس كانت تعمل هذا الشيء هكذا، يعني يذكر في كتب السيرة. زين أستاذ، إحنا ما وصل لنا مثلا أسماء مرضعات لا على الأقل، لأنه أصلا ما كان في حدا بيهتم بهذا الموضوع يعني. نعم، بس هو كان سائد انه الكل يدز مرضع يعني هناك يرضعوهم، مو امهم ترضعهم. هذا كان سائد في عند العرب، يعني انه يرسلوا الاولاد على اساس حسب الروايات الاسلاميه. ثم قديش هذا الكلام صحيح من ناحيه الحقيقه ما ادري صراحه. زين أستاذ، بالنسبة لزوجات النبي مثلا إحنا عندنا الشيعة عائشة تزوجها عمرها 18 سنة. لا
ايش قد عمرها وتزوجها الطبرسي قال النبي؟ انه تزوجها بعمر 9 سنين. والباقين أخذوا منه لو مختلفين بالروايات؟ ما ادري مين اللي قال غير هذا، ولكن الطبرسي ويعني يعتبر من العلماء يعني الأفذاذ قال انه يتزوجها بعمر 9 سنين. قال تزوجها بعمر 7 ودخل بها ب9. السنة بيقولون زين، الستة. وبالنسبة لعمر خديجة؟ صراحة ما أذكر ماذا قالوا في ذلك يعني إحنا الشيعة متعودين إنه دائما نحسن من الصورة، يعني اللي دارسينه إحنا إنه السيدة خديجة كانت امرأة شابة وتزوجها النبي بعمرها 25 سنة، ومو صحيح إنه هي كانت أكبر من عنده ب20 سنة. عند السنة الرواية التي تقول أن عمرها كانت 40 لا تصح هذه الرواية. يعني وصحيح منتشر جدا عند السنة، ولكنها ليست رواية صحيحة. يعني لا تصح أنه خديجة كان عمرها 40 سنة لما تزوجها النبي. أستاذ أنا ما أريد أطول عليك، أنا كل مرة أريدك تصعدني بس أسألك كم سؤال أستفاد من حضرتك، وبس هسه أنا شكرا. وأنا يعني أريد أنه تدلينا حتى لو من خلال البداية اللي بداية البث أنت تنطي معلومات عامة، تدلينا أنه إحنا كشيعة شلون نشوف ونتبع الروايات اللي تقول أنه هم كانوا أناس عاديين، أو على الأقل هم ما كانوا يقولون إحنا معصومين، أو أنه هاي الروايات هم الروايات الشيعية بالعكس. لا، أنا ما أقدر أدلك على شيء مش موجود. الشيعة في رواياتهم الروايات بتقول أن أهل البيت ليسوا ناس عاديين، ناس معصومين، وناس لديهم قدرات جبارة ولديهم معجزات، بل البعض ذهب إلى أكثر من ذلك بأنهم يتصرفون في الأكوان ويتصرفون في الأحياء والأموات، مثل ما في المهدي مثلا. يعني مثلا في المهدي الشيعة بيقولون أنه حتى لما يبعث في أو لما يخرج في آخر الزمان أنه حتى راح يعيد يعني ناس من الموت، يعني يرجعهم من الموت بحيث أنه يقيم عليهم الحد. يعني ما أدري 6 أو 27 أو 25 شخص يعيد إحيائهم من قريش، ويقوم ب يعني إقامة الحد عليهم، حتى أنه يعني راح يجيب ناس من بعض القبائل ويقطع أيديهم على أساس أنهم سرقوا من الكعبة، فيعلق أيديهم على الكعبة يعني، أو على أمام الناس. الشاهد أنه الأئمة عند أهل البيت عند الشيعة هم ناس خارقين، يعني خارقون، يعني ما لديهم إمكانيات جبارة جدا. بس أكو بعض الكتاب أو الباحثين يقولون إنه هاي الروايات انضافت بعد زمن الغيبة، وإنه الأئمة أصلاً ما كانوا يدعون هذا الشيء وما كانوا يدرون إنهم صحيح. هو من ناحية إنه أضيفت بعد زمن الغيبة، وأصلاً ما في غيبة، لأن محمد بن الحسن هذا أصلاً ما دخل لا سامراء ولا انولد ولا أي حاجة، ولا يوجد على وجوده أي دليل يعني. ولكن هذه الروايات كلها أضيفت بعد يعني تبلور عملية الشيعة. كانت في هناك بعض الأكاذيب وكذا، وبعض الروايات يجون يقولون نعم هذا الكلام، ولكن هذا في إطار ضيق. ولكن بعد يعني القرن الثالث هجري والرابع هجري، بعد ذلك ترسخت المفاهيم الشيعية على شكل كتب وكذا، وهذا مش فقط عند السنة، عند الشيعة يعني، حتى عند السنة يعني. فما يتوقع أن الناس كانت عندها كتب وكذا وانتشر الكتب بين الناس وكذا. كل هذا الكلام كلها يعني احنا ما عندنا كتاب واحد نستطيع أننا نثق فيه يرجع إلى مثلا القرن الثاني هجري، يعني ما عندناش هذا الكلام. يعني سيرة ابن إسحاق هذا اللي حضرتك تعرفيها هو مش موجود، ما حدا بيعرف وين شو هذه السيرة. واللي كتبه هو هشام بن عبد الملك، اللي هو أخذه عن زياد البكائي. زياد البكائي وعلى أساس أنه أخذه على محمد بن إسحاق، وما حدا بيعرف يعني من وين الكتاب الأصلي ومن وين جو هذا الكلام. ما عندنا أي نسخة أصلية من هذا. فبالتالي هذا كله كلام كله انكتب في القرن الثالث الرابع الخامس الهجري أكثر شيء، ثم صاروا يبلورون الكتب وكذا، لأن الدولة العباسية كانت دولة بدائية في بدايتها مثل ما يقول ابن خلدون. ولكن بعد ذلك لما صار صناعة الوراقين والكتب
والصحف وكذا، صار في شوية كتب. ثم هذه الكتب أغلبها ما وصلت لنا، لأن في مكتبة بغداد يعني التتار يعني أحرقوا وأغرقوا ورموا في البحر الكثير من الكتب، حتى يذكر الرواة أن ماء دجلة صارت أزرقا من لون الحبر اللي كان موجود في هذه الكتب والصحف. ثم بعد ذلك يعني احنا وصل لنا يعني بعض الكتب القديمة، ولكن ما في المجمل ما عندناش كتب من القرن الأول أو الثاني أو حتى الثالث هجري، ما أدري يعني، إلا إذا كانت في صحف أو كذا يعني بسيطة. ولذلك هي كلامهم صحيح. يعني أنا ما أدري لمين تستمعين أنت يعني من المفكرين هذا الشيعة. أحمد الكاتب. أحمد الكاتب هو جيد برغم يعني ولكن كلامه صحيح في هذا. أحمد الكاتب كلامه صحيح، لأنه أحمد الكاتب كمان عنده جرأة وكان يعني يفند وكذا، ومع الأسف الشيعة عاملين عليه حصار، يعني ما يخلون حدا يلتف حوله، وإلا هو رجل يعني أكاديمي وكذا، ولكن هو يعني بيتكلم وكذا يعني بالطريقة وبفهمه يعني. ولكن كلامه في هذه الجزئية صحيح، لأن هذه الروايات هي كلها يعني لا يتوقع أنه مثلا الروايات التي تنسب إلى علي بن أبي طالب أو التي تصف علي بن أبي طالب يعني من الناحية العقلية، يعني هذا مثلا باب حصن خيبر، هذا باب طول بعرض، يعني بوابة كبيرة، كان بيقول لك يفتحوا 40 رجل، غالبا مش 40 رجل، ولكن الظاهر انه كان باب كبير عملاق يعني. هذا كيف علي بن ابي طالب يجي يفتحه بيده وكذا؟ كلام غبي، ولا يتوقع انه رجل مثل علي بن ابي طالب كانت عنده قدرات خارقة، ولا انه حتى هو كان يدعي ذلك يعني، ولا حتى اولاده. يعني مثلا لو كان مثلا الحسين عنده قدرة خارقة، كان على الأقل حمى أهل بيته يعني، وما صارت هذه المجزرة. ولو كان الحسن عنده قدرة خارقة، ما اضطر إلى أنه يعني ينزل عن الخلافة مثلا، فهذا ما كان. وحتى يعني للإمام السجاد يعني لو كانت عنده قدرة خارقة، يعني يقال أنه كان مريض يوم ما قتل أبوه يعني الحسين، يعني عارفة كيف؟ يعني وما كان. وهذول الناس على فكرة يعني هم كانوا مثل علماء السنة، بل هم يعني هم علماء السنة، هم كانوا يختلطون وكذا، وعندهم فقه ويدرسون الدين وكذا، وعايشين بين الناس وعادي جدا يعني. الظاهر أنه كان هكذا حياتهم اليومية. ولكن الشيعة استطاعوا بعد موضوع يعني موت الحسن، الإمام الحسن العسكري، واكتشفوا انه ما كان عنده ولد صراحة. فلما شافوا انه ما كان عنده ولد، عملوا هذه فكرة الاثنى عشرية. وعلى فكرة يعني هذا فكرة الاثنى عشرية هو للشيعة اللي ما كانوا يريدوا انهم يقاتلوا يعني. اما الشيعة اللي كانوا يريدوا يقاتلوا كانوا على طريقة زيد بن علي بن الحسين، يعني تعرفين الزيدية يعني حضرتك؟ نعم أستاذ. الزيدية هذول لا، كانوا مختلفين عنهم. ليش؟ لأنه كانوا طريقتهم إن كنت إمامي فكن أمامي يعني. فأنت لابد أنك أنت تأتي وتقاتل معي يعني، تجي وتجلس برا الموضوع يعني. فالظاهر أن الشيعة الاثنى عشرية اللي عملوا الاثنى عشرية يعني رضوا بالسلامة، ولكن أرادوا أن يحافظوا على المكاسب اللي كانت لديهم. وطبعا لابد أن يعني نقول أنه كانت في خلافات وكان في ظلم واقع على أهل البيت. ليش؟ لأن العباسيين كانوا بيخافون من أهل البيت. ليش بيخافوا من أهل البيت؟ لأنه كانوا يعني يعتبرونهم منافسين أشداء لهم يعني، لأن العباسيين مقابل الأمويين من أجل السلطة والخلافة يعني. كيف؟ من أجل السلطة والخلافة يعني. مش فقط من أجل السلطة والخلافة. الظاهر أن الكثير من أهل البيت كانوا أكثر يعني قناعة بالدين من العباسيين. العباسيين الظاهر أنهم الأوائل منهم حتى يعني مثلا العباس نفسه، يعني هناك بعض الروايات ما أدري إذا هي موجودة لدى الشيعة كذلك، يقول ذهب إلى علي بن أبي طالب وقال له إني أعرف الموت في أولاد عبد المطلب، فاذهب وإن كان لك حاجة في يعني من ملك ووراثة فاسأل رسول الله. فالظاهر أن العباس هكذا، وهذا الشيء الفكرة أورده إلى ابنه عبد الله، وعبد الله أورده إلى ابنه العلي، وعلي هذا أورده إلى ابنه محمد الإمام، والذي ابنه عبد الله السفاح، وبعدين عبد الله المنصور أبو جعفر، هذا اللي أخذوا هذه الفكرة. شوية ناس يعني
رغم أنه كان عندهم تدين، ولكن ما كانوا الظاهر بنفس التقوى تبع الثانيين اللي كانوا عند جماعة العلويين يعني. ولا دل على ذلك مثل ما يعني اللي خرج، يعني مثلا لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن بعد خروجه وقتله وكذا يمكن ب200 سنة، عملوا فيه الروايات، قالوا أن من يعني أنه يخرج من أهل بيت رجل اسمه محمد بن عبد الله الحسن، والثاني يعني هو على أساس الإمام القائم، الإمام أبو صالح هذا شو بيسموه، الإمام المهدي يعني. المهدي نعم. هذه الأمور كلها ألفوها بعد يعني. وهذول الناس أنا لا يتوقع أنه حدا منهم كان يتوقع هذا الكلام يعني، أو كان يقول عن نفسه إحنا عندنا قدرات خارقة، لأنهم لو كانوا يقولون هذا الكلام كانوا راح يكشفون. ولكن أتباعهم يعني مع الوقت كانوا يزعمون لهم هذا الكلام عشان يستطيعوا أن يقنعوا العوام لكي يلتفوا حولهم. فهكذا هي كانت الفكرة. نعم. لذلك لا يمكن أن نجد روايات شيعية تأتي وتقول أن علي بن أبي طالب كان رجل عادي من المسلمين. لا، بالعكس، الروايات الشيعية كلها تدل على أنه شغلتين، هم يعني يشتغلون على شغلتين أو 3 شغلات: أحقيته بالإمامة، وأنه مختار ومجتبى من الله، أنه ظلم، وأنه لديه قدرات خارقة. وهذا اللي كانوا يركزون عليه يعني في كذا. زين أستاذ، هسه أنت حضرتك من يصعد شخص وياك بالقيس مثل هو سني، وأنت تقول له مثلا أنت سني مثل خجلان أو مو تؤمن بصحيح مسلم وبخاري، ويجاوبك وأنت تبدي تناقشه وتتبع طريقة من فمك أدينك، يعني سواء هاي الرواية هي موافقة للعقل أو المنطق، بس أنت ما دام تؤمن بها أنا راح أناقشك بها. هذا الشيء أنا كشيعية ممكن تسوي وياي؟ لا. ليش؟ لأن الشيعة ما يؤمنون بنفس الطريقة. طريقة الشيعة بالإيمان مش مثل طريقة السنة. مثلا أنت ما عندك يعني ألزم بكلام مرجع فقط يعني. إذا بس كلام المرجع إذا هو بيقلد أنا أناقشه، إذا ما بيقلد ما بناقشه. يعني وحتى لو هاي هو الدرجة. مثلا أعطيك مثال: الشيعي بخلاف السني في المجمل هو بيكون أكثر صراحة. ليش؟ لأن السنة ما تعودوا لأنه في أغلب الأماكن تواجدهم كانوا هم الأكثرية، فما اتعلموا فن المراوغة وفن التورية وفن التقية وفن الكذب وفن كيف أنا أتلاعب بالمصطلحات. الشيعة لأنهم كانوا أقلية، ومنذ ببداية ظهورهم كانوا مطاردين، كانوا يعني عليهم خطر على حياتهم وكذا، سواء من الأمويين أو من العباسيين أو من أتوا من بعدهم. فالشيعة طوروا هذا الفن مع اقترابهم من المعتزلة كذلك، ولكن هم طوروا هذا الفن بأنهم كيف يجيدوا أن يتلاعبوا بالألفاظ، وبالإضافة إلى هذا أنه ممكن أن يكذب عليك عشان الدنيا تمشي بأي طريقة. لذلك الشيعي هو أكثر تمكنا في الحوار من السني، مش لأنه قوي الحجة، ولكن لأنه يجيد فن المراوغة. ولذلك الشيعي بيكون أصعب بكثير من السني لما تناقشه، لأنه نادرا ما تلاقين شيعي يعطيك منهج واضح عن ما يقول. أستاذ حضرتك ذكرت أنه الإمام علي كان سمين وما يقدر يتحرك وما يقدر يقاتل، وأنا سامعة رواية أو حديث عن معاوية أنه وصفه بالأنزع البطين، يعني أقرع وبطنه كبيرة. هاي الرواية أقدر ألقاها بكتبنا الشيعية؟ ما أدري هذه الرواية، أنا ما وقعت عليها لا عند السنة ولا عند الشيعة صراحة، فما أدري وما هي وين الرواية. يعني وأنا لا أعتقد أن السنة توجد هناك رواية صحيحة يعني يصفه بهذه الطريقة، إلا إذا كانت غطائية عني يعني. وصفه بالأنزع البطين، وحتى الإمام أعتقد المالكي سوى كتاب عليه وقال معاوية هو الأنزع البطين، يعني كرد على هاي الرواية. فأنا بس ردت إنه يعني أريد ألقاها بالكتب الشيعية. أنا ما وقعت على هذه الرواية. نعم. أستاذ محمد، أنا ما أريد أطول عليك، بس عندي شيء أمنية أريد أوصلها إليك.
أنا أتمنى لك إنه عمرك يطول، ومو بس يطول عمرك، أتمنى يطول بصحة وعافية، يعني أنت مرتاح ويكون عمرك طويل. وبعد شغلة ثانية، إنه أنت لو ما وافقت على طلب الجيست، يعني كان ممكن أموت من الحزن أني، لأن أنا هواي أشخاص للأسف تعرفت عليهم بعد وفاتهم، ما قدرت أشكرهم على أنهم يوضحون لنا جزء من الحقيقة، فما قدرت أشكرهم. فأني إنهم ما دام حكيت وياك وأنت على قيد الحياة وإن شاء الله عمرك طويل، أحب أن أشكرك. عزيزتي، يعني أنت ما تحتاجين تشكريني، اشكري نفسك أنك امرأة وعراقية ومن هذه البيئة الصعبة، وعندك هذه القدرة على أنك تفكرين، وهذا اللي نقوله دائما، أن المرأة عقلها أفضل من عقل الرجل. فعشان أتمنى خاطر لك لا صحة تسكين، العافية. لا وكل شكرا المحبات لك أستاذ. عزيزتي. وأنا جدا جدا أنا سعيد وممتن أني تعرفت على إنسانة عراقية من أصول نعم، شيعية، وعندها القدرة أنها تفكر براسها وتكون تبحث وتقرأ وتشوف وراح وتدور أستمر بنفسها. وراح أستمر، وإن أبارك شاء الله عليك. يجي اليوم. نعم إن شاء الله يجي اليوم اللي أكون حرة وأقدر أوصل كلامي والحقائق للناس مثلك. وأشكرك مرة ثانية، وأتمنى دائما تناقشني حتى لو عندك شيء أبشري بالشيعة ولا وهاي تساعدني. أهلا شكرا وسهلا. جزيلا بس أستاذ. أنا تسلم. أريدك أنت كمان توعديني إن شاء الله. نعم أوعدك بشنو؟ تفضل. أريدك توعدين أنك تديرين بالك على حالك. نعم طيب أختي الكريمة. نعم أستاذ، أنا عندي أطفال ولازم أحافظ على نفسي على مودهم، وراح أربيهم غير شكل ما أنا تربيت. أنا ضاع 34 سنة من عمري بالخرافات والخدع والكثير من الأمور ما أريد أطيلها بالبث، فأتمنى منك أنه تستمر، وإن شاء الله إحنا يعني ندعمك بأبسط شيء ممكن نقدر له. شكرا أستاذ. تدعميني أنت أنك تعتنين بنفسك أكيد. فقط هذا. أكيد. شكرا أستاذ. هكذا، واشكري نفسك أختي الكريمة. نعم وأنا فخورة بنفسي لأن كوني امرأة ولست ناقصة عقل ودين. شكرا. أحسنت. أحسنت كل أستاذ. المحبة. شكرا. ديري بالك على حالك أختي. السلامات. أكيد مع السلامة. طيب مين معانا من المسلمين؟